بالنسبة لجمهور الأهلي ده خبر عدم إدراج أكرم توفيق في قائمة النادي الأهلي المسافرة لكأس العالم للأندية بأمريكا 2025. ده خبر بالنسبة لجمهور الأهلي. تمام؟ تعالى بقى أنت كجمهور الزمالك، أخليك تشوف اللي أنت شايفه وعامل نفسك مش شايفه، وإدارة نادي الزمالك اللي أنت عارفه وعامل نفسك مش عارفه. ليه الأهلي أقوى مني؟ ليه الأهلي دايما بمنحدر؟ ليه الأهلي دايما واخد حق أكتر مني؟ ادارته وجمهوره هم اللي عاطينه، مش اي حد تاني. بمعنى اكرم توفيق اتنك على الاهلي، اكرم توفيق اتعوج على الاهلي، مع السلامه وانت الخسران. اكرم توفيق لعيب من اهم اللعيبه في افريقيا الموسم الماضي في افتكاك الكوره واستخلاص الكوره من الخصم، ولعيب من اهم اللعيبه في الاهلي كباك يمين وكلاعب رقم 6. دي محدش يختلف عليها، لا اهلاوي ولا زملكاوي. اتنك واتعوج على النادي الاهلي، مع الف سلامه، الباب مفتوح. على النقيض انت تماما جمهور الزمالك واداره نادي الزمالك، دايما اللعيب فوق الكيان وفوق النادي نفسه. دي من اهم الفوارق اللي مخليانا احنا اقوى منكم واحسن منكم، ان احنا دايما شايفين النادي والكيان كاداره وكجمهور. النادي والكيان عندنا دايما رقم واحد، عندك انت دايما اللعيب فوق الكيان وفوق النادي، ودايما عندك اللعيب رقم واحد. نصيحة، اللعيب بيروح ويجي غيره، الكيان عشان يفضل قوي لازم تبص له هو بس، لازم تركز معاه هو بس كإدارة وكجمهور. وعلى فكرة أنا مش بحمل الموضوع كله للإدارة في نادي الزمالك، بالعكس الجمهور هو العامل الأقوى في الموضوع ده. سلام.